كان المنظر بحال شي واحد جالس تما كيتسنى في العشاء وما خرج حتى واحد. رجع حوايج الوالد، قبطو السروال والصبابط. شنو كيفاش؟ وقالت لي رعطيهم حتى شي واحد عينيها وما تلبسهمش حتى انت، خاصك تحرقهم. شفت فيها وانا مزطوهم نحرقهم. كان شحال حاجه كتشوف فيها الحوايج غاليين عندي. في هاد اللحظه سمعت الباب ديال الماريه في البيت كيشحال، صباط ثقيل كيضرب في الارض، ومن ورا صباط يعني سمعت المشيه ثقيله كتشر في الكولوار، ومع واحد الصوت ديال بحال كتغصص في اللحم. هربت ولا تسدش عليا، عيطت للبوليس وقلت لهم كاين شي مجرم جاو يحلوا عليا. دابا جالس وسط البانيو الخاوي في الظلام، كنشوف في الباب خطوات، نحس بها وصلت عند الباب، كنشوف في الظل ديال الصبابط من تحت الشق ديال الباب، ويد الباب بدات كدور. واحد 3 في العشيه كنت مصافي على قبل شي خدمه. شويه عيطت لي الوالده وهي كترعد. الوالده مالكي؟ الطبيب قال بلي قلبو سكت، هو ناعس في السبيطار كيرجع من واحد العمليه. صراحه الاخبار جاتني في صدمه، ما فهمتش كيفاش. انا باقا نشوف بخير. دابا مشيت كنجري اول طياره، ولكن فاش وصلت كان فات الفوج وما وداتوش. الجنازه داز بحال الشحن، كساوي كحلين، قهوه باسله، وشعازي بارده مع العائله ما شفتهمش سنين. الوالده كانت بحال شي جثه خاويه، كتمشي وهي غايبه على العالم. بقيت معها ايام كنجمع في الوراق، ولكن هي ما كانت كتهضر، كانت غير جالسه في الكرسي وكتشوف في الكولوار خاوي. في الاخير كان خاصني نرجع للدار ولا خدمتي. سيمانه ورا الكناسه عطات لي الوالده. فاش مشيت عندها الدار كانت مظلمه، الخاميات مسدودين، وهي واقفه حدا 3 ديال الصنادق كبار ديال الكرتون مسدودين بالسكوتش مزيان. كانت شحال حتى كتشوف في العدو، عينيها غارقين وحمرين ويديها كيترعدوا. شيرات لي في الصنادق، قالت بصوت مقطع دي هاد الشي، هادو حوايجو كبابطو، الحوايج ديالو ديال الخدمه كسبابطو، كاع داكشي اللي كان كيلبسو ديما. هزيت الصندوق، كان ثقيل صراحه. قلت لها واخا غادي نديهم للجمعيه هاد السيمانه. فجاه شداتني من يدي بواحد القوه، خلات الضفاري يدخلوا ليا في لحمي، وقالت لي وهي مرعوبه لا نعطيهم حتى شي واحد وما تلبسهمش حتى انت، خاصك تحرقهم. شفت فيها وانا مزطوهم نحرقهم؟ علاش؟ هاد الحوايج غاليين عندي ويقدر شي واحد يستافد منهم. بدات كتشهق بالبكا، غير حرقهم عافاك ولدي عافاك، غير حرقهم، ديهم لشي بلاصه بعيده، كب عليهم ليسونس وحرقهم، تخليو فيهم حتى شي حاجه. انا ما قدرتش، انت اللي خاصك دير هادشي. كيش مع راسي مسكينه، غير بحال بغات تسطى هذيك الصدمه ديال بابا اللي مات. 40 عام وهي معاه، اكيد ما بقدراتش تشوف حوايجو كي مطويين في الماريو محطوطين. ندوش معاها قلت لها واخا كوني هانيه اليوم ما غادي نحرقهم، غير كدبش عليها باش تبرد. هزيت الصنادق لداري وحطيتهم في الصالون، بقيت كنشوف فيهم. جاني الذنب صراحه ديال انني نحرق الممتلكات ديال الوالد. كان راجل خدام وكيتهلا في راسو، ونحرقهم جاتني بحال الا كنمسح الاثر ديالهم من الدنيا. عصيت الاوامر ديالها، مشيت لبيت النعاس، خوت المعيوب باش كنهز في حوايجو. غير حليت الصندوق، شميت ريحه الصوف القديم مع الريحه ديال الماكينه فين كان خدام. علقت الكبابط ودوك السراول ديالو وحطيت صبابط ديال الخدمه، مسدت فيه لتحت. في السيمانه الاولى كنت كنحس بالراحه فاش كنحل الماريو كنشوف حوايج، ولكن مورا شهر باش كتب لي شي حاجه في شكل ماشي شليه. الحوايج فاش كيتعلقوا الجاذبيه كتهبط من التحت، كيبانوا مطلوقين وخاوين، ولكن الحوايج الوالد ما كانوش هكا، كانوا كيبانوا عامرين بحال الا لابسهم شي واحد. الكبوط ديال الصوف كان منفوخ من الصدر، والكميم
مقوسين شويه والسروال كيبان داير ماشي مطوي. كان المنظر كيبان بحال شي واحد ما كيتشافش واقف في وسط الحوايج وحابس راسو. قلت مع راسي يمكن غير حيت تشوف غليظ قدام خدا لا فورم ديال الوالد. كنت كنورك بيد ديال الحوايج باش يتطوا، ولكن الصباح كنلقاهم رجعوا من الفوقين عاوتاني بنفس الشكل. ومن بعد بدا الصداع في 2 ولا 3 ديال الصباح بحال ما هكا. كنت كنسمع النهيج جاي عامر من الماريو شهيق وزفير بحال شي حد صدرو عامر وكيتنفس بالجهد. قلت يمكن غير القوادس ديال الشوفاج في هاد العماره قديمه هما اللي كيديروا هاد الصداع. بقيت كنكذب على راسي ساعات باش كنقدر الناس، ولكن نهار الثلاث في الصباح كلشي تبدل. فقت مشيت للكوزينه نصوب القهوه وتصدمت في وسط الكوزينه. كانوا الصبابط ديال الوالد ديال الجلد محطوطين ومقادين نفس الوقفه اللي كان كيوقفها الوالد الله يرحمه فاش كان كيغسل الامهات. قلبي بدا كيضرب. انا ساكن بوحدي، لا قط لا كلب. مشيت للباب، الساروج مسدود، السلسله في بلاصتها، الشراجم مسدودين. رجعت الصبابط قلت يمكن وليت كنتمشى وانا ناعس. زدت الصبابط ورجعتهم للماريو ودفعتهم للقنت ورصنا هذوك. الغد لي رجعت من الخدمه، دخلت للصالون وقفت في بلاصتي. الكابوت ديال الوالد كان محطوط فوق الكرسي اللي كان قدام الطابله ديال الماكله، والكمي محطوطين فوق الطابله بشكل مقاد والصبابط تحت الكرسي. كان المنظر بحال شي واحد جالس تما كيتسنى في العشاء. انا عرفت باللي ماشي انا اللي كنتمشى الناس، شي حد دخل لداري وقلب الدار كامله حتى حاجه ما لقيتها، حتى شي حاجه ما كانت ناقصه، لا فلوس لا ذهب. اللي دخل جا غير باش يجبد الحوايج الوالد ويحطهم جماك. قررت ندير كاميرات. زدت التليفون القديم، درت شويه ابليكاسيون ديال السيكوريتي اللي كتصور غير الا كاين تحرك وحطيته في الكوزينه كيشوف في الكور ورا البيوت. ديك الليله رجعت الحوايج للماريو وسديت عليا البيت الناس بالساروج. كنت كنسمع النهيج ورا الباب ديال الماريو مجهد بزاف كثر من كيف ما كان. في الصباح لقيت التليفون مصور فيديو فيه 3 سوايع و 42 دقيقه. في الاول الكور ورا كان مظلم وخاوي حتى 2 و 14 دقيقه. الباب ديال البيت اللي كنت سادو بالساروج من الداخل تفتح وما خرج حتى واحد. خرج حوايج الوالد، كبوط السروال والصبابط. شنو كيفاش كانت لابسه شي حاجه طويله ورقيقه بزاف لدرجه الحوايج كيبانوا واسعين عليها وكيتجرب في الارض. كانت كتمشى بواحد الطريقه ميكانيكيه صراحه ماشي ديال البشر. كتخطى الخطوه بلا ما دير حتى شي صوت. الرعده في الكشاف كتجر رجل بالرجل. وصلت لوصل الكولوار ووقفات وفجأة دارت شي حاجة اللي خلات عقلي يطير من بلاصتو صراحة. بدات كتمشى فوق الحيط، الصباط كضرب في الحيط حتى وصلت للسقف. بدات كتمشى مقلوبة جات الكوزينة. الراس ديال الكبوط دار 180 درجة باش يشوف في الكاميرا حيت كانت مقلوبة. الحوايج هبطوا لتحت وبان شنو كاين في الداخل ديال الكميم والسروال. ما كان لا لحم لا عظم. الداخل ديال الحوايج كان عامر بآلاف الخيوط بيضين كيتلواو بحال الدود. كانت شادة فوق من بعضياتها باش كدير الشكل ديال اليدين والرجلين وتشد في السقف. هبطت الكوزينة بواحد الصداع مجهد. وقفت حدا البوطه بدات كتمثل بلي كطيب البيض، نفس الحركات اللي كان كيدير الوالد الله يرحمه كل صباح. حبست الفيديو ودي كانت كترعد لدرجه قهوه كبات لي على رجلي. عيطت الوالده كنهضر بالغواش. قولوا لي شنو عطيتيني؟ الحوايج كيتمشاو في الدار، شي حاجه لداخل ديالهم ماشي بنادم كتمشى في السقف وعامره بالدود. الوالده سكتات شي 5 ثواني بحال هكاك ومن بعد غوتات بواحد الهستيريا. قلت لك حرقهم، علاش ما سمعتيش لي المسخور؟ دخلتي لدارك، شنو هاد الشيء؟ علاش ما قلتيش لي الحقيقه؟ خرج
خرج دابا، متسول على شي حاجه، خرج حط التليفون وخرج من الدار دابا، انا جاي عندك. ما غنمشي فين حيت تقول لي شنو واقع. قالت لي وهي معصبه فاش كان الوالد في السبيطار، فاش بغى يموت جلس في الفراش وشير لي واحد القنش في السقف. عيني كانوا محلولين بشكل مرعب، عيني كانوا محلولين بواحد الطريقه قال لي عمرني شفتو فيها بحال ما هكا. قال لي بلي كيشوف شي حاجه ما خاصها شي واحد يشوفها، قال لي كيشوف شي حاجه بلي ما خاصها شي انسان يشوفها. بدا كيغوت وطلبني نعاتقو حتى مات. هو كيشوف داك الشيء كملاش. من بعد الجنازه بدات ريحته في الدار، باش كنسمع الصلابط في الكولوار، الحوايج كيبانو عامرين. هادشي اللي شاف في السبيطار، شوف هو السقف الحوايج اللي كان كيلبس بزاف حيت فيهم ريحته، والشكل كان كيحاول يولي هو. قالت بلي ما قدراتش تحرقهم بالخوف، عطاتهم ليا باش انا نديرها ونفكهم من هاد اللعنه. قلت لها انا خارج دابا. مشيت لباب الدار، جريت اليد، مبغاش يتفتح ليا الباب. السيروج كان مبلوكي، جربت بكاع الجدي والو. شفت في الطاسه فين كنحط السوارج كانش خاوي، السوارج غبرو. رجعت الفيديو في التليفون، كملت اللقطات اللي كاينين في الاخر. شفت هذيك الحاجه ورا ما كملت طيب في الكوزينه. رجعت البيت ناعس بهذيك المشيه المهرسه، وقفت حدا فراشي فين كنت ناعس. بقات واقفه تماك 4 سوايع غير كتشوف فيا وانا ناعس، والضو البارد كيخرج من العنق ديال الكبوط ويتلوى في الظلام. مع 6 قل 10 بحال ما هكاك، 10 دقائق قبل ما يضرب الارام ديالي. تحركات، مشات للطاسه، هزت السوارج، سدت الباب بالسيروش من الداخل، مشات للشارجة ملاحش من الزنقة من طبقة الشارجة، ورجعت المراية وسدت الباب. تقطع الفيديو، انا دابا محبوس لداخل، السيروش ما كاينش. وفي هاد اللحظة سمعت الباب ديال المراية في البيت كيشحال، صباط ثقيل كيضرب في الارض. من ورا صباط شان سمعت المشية ثقيلة كتشر في الكولوار، ومع واحد الصوت ديال بحال كتغزز في اللحم، بحال آلاف الدود كيتحرك مع بعضياتو داخل ديال الصوت. هربت الطوالات، سدت عليا. عيطت للبوليس وقلت لهم كاين شي مجرم في الدار باش يجيو يحلوا عليا. انا دابا جالس وسط البانيو الخاوي في الظلام، كنشوف في الباب خطوات، الحسبه وصلت عند الباب، كنشوف في الظل ديال الصبابط من تحت الشق ديال الباب، كنسمع الصوت ديال الدود كيتحرك لداخل، ويد الباب بدات كدور. شي واحد كيحاول يحل داك الباب يشوف واش مسدود. ما عرفتش واش هاد الباب ديال العود غيصبر، ما عرفتش واش البوليس غيوصلوا في الوقت، ولا واش القرطاس غيدير شي حاجه لهاد الكائن هذا. كنكتب هادشي والباب اللي كيموت. جيت فرقع الباب وما خرجتش شحال يعرفوا بلي هادشي هو اللي وقع. واش هنايا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا عجبك متنساش معاك شي لايك وشي ابوني. بيس.